شباب، طبعا احنا كل ما يجينا لاعب نرحب به اكثر ويعتبر اضافه للفريق. فالكسندر اليوم نرحب به ونتمنى له التوفيق، ونتمنى انه يكون اضافه ان شاء الله بالبطوله وللعراق بصوره عامه. طبعا كرة القدم هي اللي دائما تجمعنا، مش قد احنا بعيدين واحد عن الثاني، بس الفريق او البلد العراق دائما هو اللي يجمع ابنائه وين ما نكون، وخاصة كرة القدم. فشكرا لله على انه احنا ننتمي لهذا الوطن، لهذا البلد، وهذه الجمعة هي دائما تحسسنا بقوتنا مو بضعفنا. انا اريد احكي شيء بسيط لكم اللاعبين. دائما تعلموا انه انتم تمثلون بلد، وهذا البلد يعني ما يتمثل بشخص واحد. يعني على سبيل المثال هسه انتم هنا لاعبين تمثلون العراق. اليوم انا مدرب وهذا الجهاز الفني مالتي. عمرك كله لا تقول انا امثل، لا انا امثل مدرب ابد. لا تتعلم، خلي ثقافه براسك. خاف بالسابق انه اكو لاعب يحب مدرب يلعب المدرب، لا، دائما تعلموا انه تلعبون للعراق، للبلد. اليوم انا موجود باكر غيري، لازم تلعبون لنفس الشيء. هاي الثقافه لازم تتعودون عليها وتمشي وياكم الى ابعد الحدود. ليش؟ لان انت ما جاي تمثل، لان انت مثل ما انت هسه جاي تمثل البلد، انا مصلحتي ايضا كمدرب. اليوم انت تفيدني ابقيك، اذا اكو غيرك يفيدني اجيبه. اذا كل احنا نمشي على مبدأ انه يا اللي يخدم البلد هو اللي باقي. فانا انه اتمنى انه دائما تكونون مميزين حتى بعقولكم، لا تكونون تعطون الولاء لشخص، هذا غلط. دائما الولاء للبلد. زين شباب؟